السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة إن شاء الله هبدأ سلسلة جديدة فابن mit der selben Bedeutung، وهي أفعال بتحمل نفس المعنى. طيب إحنا ليه بنتكلم في السلسلة ديت، أو ليه إحنا المفروض نتعرف على أفعال بتدي معنى واحد؟ لأن الألمان بطبيعتهم لما تتعامل معاهم، سواء هتشتغل كول سنتر أو هتيجي تشتغل هنا في ألمانيا، فهتلاقي إن هما بيستخدموا أفعال كتير مختلفة بتدي معنى واحد في الآخر. فممكن انت تكون قادر تتكلم كويس وبتقدر تقول انت عايز تقول ايه بالظبط، ولكن ان انت ممكن تسمع جملة ما ويجي فعل مثلا جديد، مع ان ممكن يكون ده زي فعل انت حافظه بالفعل، ولكن انت لما بتسمعه بتحس ان انت ما انتش فاهم. فدي مشكلة ممكن تقابلك، فلازم على الاقل تبقى عارف بعض البدايل لافعال معينة. مش لازم تبقى حافظهم كلهم، ولكن يبقى عندك خلفية عنهم. تمام. طيب احنا عندنا النهارده بنتكلم على الافعال اللي بتدي معنى حصل على او نال او تلقى. تمام. عندي فعل بكومن بيساوي فعل ابكومن بيساوي فعل ارهالتن بيساوي فعل ايرلانجن بيساوي فعل كريجن بيساوي فعل ابكريجن بيساوي فعل ارغنجن. كل الافعال دي هتديني معنى حصل على او نال او تلقى. طب تعالوا كده نشوف الامثله. اول مثال عندنا بقول ich habe eine E-Mail bekommen، اللي هو انا تلقيت او حصلت على ايميل، جالي ايميل يعني. تمام. طيب نمرة 2، er hat einen Apfel abbekommen، هو حصل على تفاحة او او نال على تفاحة. كلها هتدي نفس المعنى. طبعا اقدر اشيل اب احط فعل بكومن، والعكس صحيح. تمام. sie hat kostenlose Unterricht erhalten، هي حصلت على حصص مجانية أو دروس مجانية. تمام. برضو أقدر بكل بساطة أشيل فعل إرهالتن وأحط مكانه أي فعل من الفعلين اللي قبله. تمام. كل الأفعال دي ينفع أقلبها في الجمل دي وأحطها في أي مكان، لأنهم كلهم بيدوا نفس المعنى. Ich habe Englisch einen Führerschein erlangt، يعني أنا في النهاية حصلت على رخصة قيادة. تمام، اللي هي قيادة العربية. Der Patient hat seine Medikamente gekriegt، يعني المريض حصل على العلاجات بتاعته يعني، او الادويه بتاعته. Sie hat keinen Mann abgekriegt، هي ما حصلتش على رجل، يعني المقصود بقى ان هي ما اتجوزتش يعني. Er konnte den zweiten Platz erringen، هو استطاع ان هو يحصل على المركز الثاني. دي كانت الافعال اللي معانا النهارده، بتدي زي ما قلنا بتدي معنى حصل على او نال او تلقى. طبعا لو بصيتي للافعال دي كلها ممكن انت تختصرها في فعل هابن، بس طبعا زي ما قلنا احنا لازم ننوع في الافعال اللي احنا بنستخدمها. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، ودي كانت حاجه كده خفيفه كده على السريع، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.